ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكوا بقى كده بأسعار غالية جدا جدا جدا. انا مش عارفة بصراحة، الأسعار مولعة نار كده بطريقة غير طبيعية. يا ربي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. عايزة اقول لكم ان انا فرحانة جدا، خلاص قربت اجيب ال1000 واكون كده حققت ال1000 مشترك. تعالوا بقى معايا كده هقول لكم انا جبت ايه. وعايزة أقول لكم الأسعار غالية جدا جدا جدا. بصوا الزيت، أنا جايبة إزازة الزيت ديت، جايباها ب65 جنيه. وجبت الصلصة ديت، جبت الإزازة البرطمان ب20 جنيه. عايزة أقول لكم رغيف العيش ب2 جنيه ونص. الأسعار غالية جدا جدا. ربنا يرحمنا يا رب، عشان بصراحة هي الأسعار لو فضلت كده لغاية رمضان احنا والله هنتجمع كده كلنا إن شاء الله على مائدة الرحمن، لأن الأسعار صعبة قوي. عايزة أقول لكم أنا جبت البيضة العادية، مش البلدي ولا أي حاجة، هي البيضة العادية. جايبة البضاية ب5 جنيه، انتوا متخيلين؟ أنا جايبة البيضة الواحدة ب5 جنيه. أنا معرفش ازاي بصراحة الأسعار ولعت قوي كده ليه. يعني البيضتين مثلا هنجيبهم ب10 جنيه، فهم أصلا مش هيأكلوا طفل، فأنا مش عارفة بصراحة ايه الأسعار دي. بصوا بقى هنا أنا هقولكوا على الأسعار كلها بتاعة الخضار والخزين، المكرونات، الرز، الحاجات ديت. هنا أنا جبت الخيار دوت كان الكيلو ب12 جنيه. والاستفندي الكيلو ب10 جنيه. عايزة أقولكوا طعمه حلو. الاستفندي ده كان يوم ما يبقى غالي قوي قوي كان بيبقى ب3 جنيه ونص. يعني يوم ما يبقى غالي قوي قوي كنا بنجيب الأربعة ب10 والخمسة ب10. أنا معرفش بصراحة في ايه. أنا جبت الكيلو ب10 جنيه. بس أنا قلت بقى ايه أتسلى معاكم كده وأنا وأنا بوريكم الحاجة، بقول لكم طعمه جميل جدا. آه بس كده أنا قلت الفيديو ده يعني أقول لكم كل الأسعار عشان برضو. هنا بقى التفاح أنا جبت كده 2 كيلو مشكلين، يعني أحمر على اللي هو الأخضر دوت. الكيلو ب35 جنيه، ب35 جنيه. تمام. وفي برضو تفاح اللي هو الأمريكاني فيه ب35 جنيه. هنا البرقوق الكيلو ب55 جنيه، الكيلو البرقوق. بصوا بقولكوا حلوة وكبيرة كده بس مش مسكرة هي شكلها يغري بس هي مش مسكرة. وجبت الموز، جبت الكيلو ب20 الموز. وهنا معايا الفلفل الرومي الأخضر، جبته ب10 جنيه الكيلو. أنا جبت كده شنطة مشكلة أخضر على أحمر على اللي هو السبايسي وكل الفلفل، يعني الكيلو ب10 جنيه. احنا كلنا ندعي بقى ربنا كده الحاجة تنزل، لأن فعلا هي بصوا هي في الطبيعي، يعني في الطبيعي بيبقى الحاجة غالية في رمضان. فهي أصلا يعني أصلا دلوقتي الحاجة غالية، فما بالكوا بقى في رمضان هتبقى ايه الأسعار. يعني بيبقى معروف ان هو في رمضان ده بيبقى الحاجة غالية بقى عشان العزومات والأكل وانتوا عارفين طبعا. يا رب يعود علينا رمضان بالخير والبركة. بس مش عارفة هي الأسعار هتبقى ايه بجد بجد في رمضان. آه يعني سعر البطة مثلا احنا كنا بنجيب البطة، البطاية كده حلوة كده كبيرة بتبقى مثلا 3 كيلو أو 4 كيلو، كنا بنجيبها ب250 جنيه. هي دلوقتي أنا سألة على الكيلو البط، مش عارفة ب160 الكيلو البط. يعني هتجيبلك بطة 3 كيلو هتقطع معاكي 400 جنيه 500 جنيه. أنا مش عارفة بصراحة في ايه. بس إن شاء الله إن شاء الله الأسعار تنزل، لأن فعلا أوفر قوي قوي. هنا بقى الزبادي دوت جبتهم ستة الستة ب25 جنيه دانون. وهنا الطماطم جبتها ب10 جنيه. عايزة أقول لكم
هي وقتها هي الطماطم بتبقى ب3 جنيه وب2 ونص، لأن احنا بنبدأ نجيب دلوقتي عشان نشيل لرمضان، فهي دلوقتي ب10، فهتستني تاني مثلا لرمضان فهتبقى أغلى. فأنا مش عارفة بصراحة. هنا كده بوريكم بقى المشتريات كلها، بس الموبايل هنا اتقلب غصب عني. احنا عايزين بس كده ندعي ربنا ان الحاجة كده تهدى والأسعار تنزل، عشان والله بجد بجد في ناس غلابة جدا جدا، يعني مش هيعرفوا يجيبوا الحاجات ديت. أنا مش عارفة في ايه بصراحة. ربنا يرزق الكل إن شاء الله، بس صعب يعني. رمضان ده بيبقى الخير والبركة عايزة أقول لكم برضو مثلا الناس اللي هتفرق أو كده، فهتجيبوا ايه في الشنطة؟ يعني هتجيبي ايه في الشنطة؟ يعني مثلا زمان كنت تعملي مثلا كام شنطة مثلا بسعر، يعني دلوقتي مثلا لو هتعملي، زمان كنت بتعملي مثلا 50 شنطة، انت هتعملي دلوقتي بالفلوس بتاعة ال50 شنطة بتوع من سنة أو سنتين، هتعملي بيهم أقل حاجة 15 شنطة. فأنا مش عارفة في ايه بصراحة، يا رب يرحمنا يا رب. كده أنا هنا بوريكوا ايه المشتريات كلها بتاعتي، وهعرضها لكم بقى ايه حاجة حاجة كده عشان أعرف أو أشرح لكم كويس. هنا بقى كده الفينو والبقسماط والعيش والمكرونات. أنا وريتكم الخضار، هوريكم بقى هنا أسعار المكرونات وأسعار السمنة. المقطع ده اتعاد كده مرتين، معلش هو شكلنا وانا بدمج الفيديو فتعاد مرتين. بصوا بقى هنا الكيلو من الباتيه اللي هو بتاع الفرن دوت، الكيلو ب50، انا جبت نص كيلو ب25 جنيه. وهنا ازازة الزيت اللي هي هنادي ديت، اللي هي دي 700 جرام، 700 مش كيلو، لا هي 700، عاملة 45 جنيه. 45 جنيه، هي مش هتعمل 3 طبخات أصلا. هنا بقى بطلع بقى المكرونات والصلصة والرز، الكيس الرز ب25، أي نوع كيس رز. يعني أنا كنت بجيب الساعة ب13 جنيه وب15 جنيه، لأ دلوقتي الأنواع العادية اللي هي مش حلوة قوي ب25 جنيه وب22 جنيه. المكرونة الملكة الكيس ب10 جنيه، الكيس 350 جرام. إذا كان بقى شعرية أو رز أو لسان عصفور أو أي نوع مكرونة، يعني الكيس ب10 جنيه. هنا جبت الفطيرة كانت ب15 جنيه، جبت 2. أهو رز التقوى أو رز الأمير أو أي نوع رز، ب25 وب22. جبت هنا حمص بقى وتوابل الشرق الأقصى. أهو بصوا أنا بوريكم كده كل المكرونات دي أي كيس ب10 جنيه و350 جرام. الملكة كيس الرز ب25، جبت حوالي كيسين أو 3 أكياس يعني. ايه مالك؟ كلتي الشيبسي؟ فين طيب؟ طب يلا روحي ارميه في الباسكت، يلا. شاطرة يا لولي، شاطرة حبيبتي. خلاص براحتك. اهو انا جبت الازازتين جبتهم ب90 جنيه، ازازتين زيت، كيلو ونص، يعني ما كملوش حتى 2 كيلو. بصوا انا بوريكم ان هم 700 جرام. جبت بقى حمص، جبت ب15 جنيه، الكيلو ب55 الحمص. وجبت هنا فلفل اسود، جبت ب10، عبال بس لما اروح كارفور واجيب، يعني انا بحب اجيبه واطحنه، فانا لقيت كنت مستعجلة فجبت اللي هو المطحون. وجبت هنا كزبرة، جبت الكزبرة الكيلو كان ب50، جبت ب10 جنيه، بس حبة حلوين والله. والله هي دي الوحيدة اللي أنا فرحانة بيها. لأن كيس كبير كده وب10 جنيه. وجبت العدس ب15 جنيه، الكيلو ب40. عارفين
يعني مثلا زمان لما كانت الحاجة تغلى أو كده كنا بنجيب مثلا عدس، فول اللي هو ده، نعمله فول مقلي. دلوقتي أصلا الحاجات دي غالية. تعالوا بقى هنا بقى للكبير أوي أوي أوي. جايبة البيضة ب5 جنيه، متخيلين؟ وحياة ربنا بجد معرفش في ايه. وبصوا حتة الجبنة دي احنا كنا بنجيب ايه، هي الحتة دي ب22 جنيه. انا فاكرة انا كنت بجيب الكيلو ب12 جنيه وب15 جنيه اللي هي ما بتبقى حلوة قوي. والجبنة اللي هي البراميلي اللي هي بفلفل ديت بحبها جدا، ب30 جنيه. وهنا بقى جبت طعمية اللزوم بقى الفطار. عايزين بقى احنا على قد ما نقدر نحافظ على البيت. احنا عايزين اهم حاجة يغلى على رمضان، لان احنا لازم طبعا نسحر بيه، لان عشان ايه يقوينا كده طول النهار. البيضة ب5 جنيه، يعني هنجيب الكرتونة هنا هنجيب كرتونة البيض كده ب150، لأن الواحدة ب5 جنيه 30 بيضة. فهنعمل بقى احنا ايه ال30 بيضة ده، كل واحد هياخد واحدة بس في اليوم، هيقضوا معانا 30 يوم رمضان. بس كده. ودي كانت المشتريات بتاعتي، يا رب تعجبكم وأكون فدتكم بالأسعار، وقلت لكم الأسعار الخضار وأسعار المكرونات والرز والسمنة. عايزة أقول لكم عشان أنا بس نسيت أوريكم السمنة، أنا كنت جايبة سمنة بس اللي هي الكيلو، كنت جايباها ب45 جنيه، اللي هي الكيلو. تمام. اسمها الهانم. الهانم كنت جايباها، بس أنا نسيت أوريها لكم. دي توابل الشرق الأقصى، عايزة أقول لكم حلوة جدا جدا. أنا قلت إيه أجيب برضو كيس كده أجربه، جربته في الأكل جميل جدا. ومرقة الخضار ديت ب7 جنيه. والصلصة دي ب10 جنيه. هرفرست دي بحبها جدا جدا، بتبقى حمرا وتقيلة وبصراحة بيبقى طعمها جميل.